النهارده هنشرح عجينة الطعمية. بص كده، طبعا الطعمية عشان تطلع مظبوطة ليها مواصفة. أول حاجة احنا بنتكلم مثلا في 3 كيلو فول مسلوق، يتغسلوا الأول وبعد كده يتنقعوا، يغسلوا لحد ما المية تبقى بيضة وبعدين يتنقعوا، وبعد كده ما يتنقعوا لمدة مثلا 4 ساعات عشان مش عايزهم يشربوا مية. بعد كده بصفيهم اسيبهم ينشفوا خالص، الفوله تنشف. يكون عندي 3 حزم كرات او 4 حسب اللون اللي انا عايزه، فهم 3 كويسين. 3 حزم كرات الحزمه العاديه. عندي 10 فصوص توم، وعندي بصلايه وسط بس. برمي البصل والكرات والثوم مع بعض في الايه، في الحجر لحد ما يبداوا يتفرموا، وبعدين ابدا انزل بالفول واحده واحده شويه بشويه عشان الحجر ما يوقفش. تمام. وبعد كده بفضل انزل الفول لحد ما العجينه تبدا ايه، تشتغل معايا. هنشوف دلوقتي شكل الفول او شكل عجينه الطعميه وهي طالعه. طبعا قبل ما بنطلع بديها شويه كزبره ناشفه وشويه ملح وادوق التيست بتاعها، لو مظبوط بطلع، لو لسه بستنى عليها شويه. زي ما انتم شايفين كده هتلاقي الحجر جوه بدات ايه، بدات تعمل شعر، بدات تشد في العمود. هنشوف دلوقتي هتوصل لأنهي مرحله. بقول لكم دي كده بقت جاهزه. شكلها طبعا هيبقى باين زي ما انتم شايفين كده، اللون اللي هو طبعا اللون القرمزي ده، لون البيستاشيو، لون الفستق. صح يا احمد؟ طبعا العجينه لو هي لسه مفرزه هتكتم معاك، لازم تعمل فوم، لازم تبقى كده واخده هوا كتير عشان لما تيجي تعمل القرص يبقى من جوه هايشه من بره تبقى كريسبي. ما ينفعش تبقى ناعمه قوي برضه عشان هتبقى مكتومه.